الله عليها في استحضار الأحكام، لأن الشعر أرسخ في الذاكرة من النثر. لذلك كان أئمتنا رحمهم الله تعالى يستخدمون بعض البحور الشعرية لنظم بعض العلوم الشرعية كعلم الفقه وعلم الفرائض وعلم التوحيد وعلم التجويد وعلوم البلاغة وعلم النحو والصرف، فجزاهم الله تعالى عنا كل خير. إذن برنامجنا هذا يتألف من أقسام. القسم الأول منه إن شاء الله سنشرح فيه بعض الأبيات من منظومة الجزرية تباعا إلى أن نأتي على آخرها، مستعينين بعد الله بلوحات تعليمية تناسب هذه المنظومة العظيمة. قد أعددناها لكم إعدادا قويا وتعبنا وسهرنا عليها، نسأل الله أن تنال إعجابكم وأن تكون وسيلة لوضوح المعلومات لدى الإخوة المشاهدين بإذن الله تبارك وتعالى. ولا نخلي برنامجنا من تلاوة شيء من كتاب الله، فسأقرأ بإذن الله تعالى في كل حلقة صفحة واحدة من كتاب الله، وأعلق على ما يحتاج تعليقا من كلمات تلك الصفحة، سواء من حيث حروفها أو من حيث الوقف والابتداء الذي فيها. ثم بعد ذلك نفتح المجال للاتصالات الهاتفية لمن أراد أن يقرأ من تلك الصفحة ذاتها بأي قراءة شاء. يعني نحن سنلتزم في كل حلقة سنقرأ صفحة واحدة من كتاب الله، وحيث إن الأحكام تتكرر في القرآن العظيم، فالإدغام هو الإدغام والإخفاء هو الإخفاء من أول القرآن إلى آخره. لذلك سوف نتقيد في كل حلقة بصفحة واحدة من كتاب الله بالتسلسل، نبدأ من أول المصحف إن شاء الله تعالى، ونفتح المجال للتلاوة في تلك الصفحة لا غير، ونترك المجال للمتصل أن يقرأ برواية حفص إن شاء، أو برواية ورش إن شاء، أو برواية قالون إن كان يحب، بل وإن كان يحب برواية الدوري عن أبي عمرو، إذ إنها رواية منتشرة أيضا في بلاد حضرموت أو في السودان وما جاورها من بعض البلاد الإفريقية. إذن ممكن المتصل أن يقرأ بأي رواية شاء. من كان عنده سؤال في علم التجويد ممكن أن نجيبه عليه بإذن الله تعالى في حدود ما نعلم. أنصح إخواني الذين يشاهدوننا هذا البرنامج فرصة لأن يحفظوا هذه المنظومة، لأننا لن نأخذ في الحلقة الواحدة إلا أبياتا قليلة، فلو حفظ الذي يشاهد هذا البرنامج كل حلقة بيتين أو ثلاثة أو أربعا أو خمسا من تلك المنظومة فإنه بعد فترة يحفظها كلها بإذن الله تعالى. أيضا من وسائل الاتصال مع هذا البرنامج غير الاتصال الهاتفي الرسائل القصيرة التي تسمى SMS، وكذلك عن طريق الإيميل، وستظهر أرقام هذه الأشياء أمامكم تباعا على الشاشة بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، لا بد لنا من مقدمة قصيرة عن نشأة هذا العلم. نسمع بأن هناك في الدنيا شيء اسمه علم التجويد. من أين جاء هذا العلم وكيف نشأ؟ نحن نعلم إخواننا الكرام أن الله عز وجل أنزل القرآن العظيم على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا تقريبا بلسان عربي مبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولسانه عربي، والقوم الذين أرسل إليهم في أول الأمر هم العرب الذين جاوروه، وإن كانت رسالته عامة للبشرية كلها. فنزل القرآن العظيم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ولما كانت الطبقة الأولى التي حول النبي صلى الله عليه وسلم هم مثله عرب أقحاح، فإنهم لم يكونوا بحاجة لأن يعلموا كيف تنطق حروف القرآن وكيف تتلى كلماته، لأنها لغتهم وفطرتهم وهم يعرفونها بالطبع والسليقة. لكن الأمر تغير بعد دخول غير العرب في الإسلام واتساع رقعة الإسلام ولله الحمد، حتى بدأت تشمل شعوبا أخرى غير العرب. فهنا بدأت تحدث بعض الإشكالات.
هذه الإشكالات سببها أن بعض الحروف العربية قد لا تكون موجودة في لغة بعض الشعوب المجاورة للعرب التي دخل أفرادها في الإسلام. فقد مثلا بعض اللغات لا يكون فيها حرف الحاء، فماذا يفعل الإنسان الذي ليس في لغته حرف الحاء إن أراد أن ينطق القرآن الكريم؟ وفي القرآن الكريم حاء، كقوله تعالى الرحمن الرحيم، فقد يغير هذا الحرف إلى أقرب حرف يألفه. فقد تجد بعض إخواننا غير العرب يقول مثلا الرحمن الرحيم، فيجد بأن الهاء هي أسهل حرف عليه يقلب الحاء إليها، ولعل شعوبا أخرى تجد بأن الخاء أسهل عليها، فتجد أحدهم قد يقول الرحمن الرحيم. فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح. ولو ترك الأمر كذلك منذ ذلك الزمان المبكر لضاع القرآن الكريم، إذ ستتداوله ألسنة شتى من بلاد مختلفة ومن شعوب متعددة. لذلك تنبه لهذا الأمر ساداتنا الصحابة في بعد العهد النبوي في زمن الفتوحات، وتنبه إليه أيضا جيل التابعين. بدأ الأمر إذ لما أمر وطلب سيدنا علي بن أبي طالب من أبي الأسود الدؤلي أن يضع على القرآن المكتوب علامات يتبعها الناس، لأننا نعلم بأن لغة العرب مبنية على شيء اسمه الإعراب، والإعراب معناه أيها الإخوة تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة. فمثلا نحن نقول يقول الله، فنجد بأن لفظ الجلالة فوقه ضمة، ونقول إن الله، فنجد بأن لفظ الجلالة فوقه فتحة، ونقول أفي الله شك، أفي الله، فنجد بأن لفظ الجلالة آخره كسرة. هذا ما يسميه العلماء الإعراب، تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة. هذا أمر يتعلمه الإنسان العربي بالفطرة في بيته، في بيت أمه وأبيه، ولكن غير العربي لما يريد أن يتكلم بلغة العرب يخلط بين الفتحة والضمة والكسرة، فقد يخاطب المذكر مؤنثا والمؤنث مذكرا لأنه لم يعتد على ذلك. من هنا نشأت الخطورة، وخيف على القرآن العظيم من أن تتغير بعض كلماته بسبب ألسنة غير العرب الذين دخلوا في الإسلام. من هنا قام سيدنا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، كما سيأتي معنا بعد ذلك بالتفصيل، بوضع علامات في القرآن العظيم للفتحة والضمة والكسرة. كذلك وضع الإمام الفراهيدي الخليل بن أحمد، الإمام العظيم الذي يعد مفخرة من مفاخر الإسلام، الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو شيخ سيبويه، وضع وصفا للحروف العربية. إذ إن علماءنا أيها الإخوة نظروا إلى القرآن العظيم على أنه كل متكامل. إن هذا القرآن العظيم يتألف من سور 114 سورة، والسورة تتألف من آيات، والآية تتألف في أغلب الأحيان من جمل، والجملة تتألف من كلمات، والكلمة تتألف من حروف. من هنا توجهت عناية علمائنا إلى حروف القرآن الكريم، لأن من عرف حروف القرآن الكريم حرفا حرفا وأتقنها من حيث مكان خروجها، وهو ما يعرف عند العلماء بمخارج الحروف، وعرفها من حيث صفاتها عند الخروج، كيف كانت العرب تنطق هذه الحروف في زمن النبوة، لأنهم هم الذين خوطبوا بالقرآن العظيم أصالة، وخوطبنا نحن به تبعا، فليس لنا أن نغير في تلاوة حروفه، لأن تغيير المبنى يعني الحروف يؤدي إلى تغيير المعنى. مثلا هذا مثال أضربه دائما، لو نظرنا إلى سائل كالماء في كأس كهذه الكأس التي في يدي، نجد بأن الماء قد تشكل بشكل الكأس، ولو غيرنا هذه الكأس بكأس أخرى إلى ذات شكل آخر لتغير شكل هذا الماء إلى شكل الكأس الأخرى. فشبه علماؤنا اللفظ بالكأس،
والمعنى المربوط والمناط باللفظ شبهوه بالسائل الذي ضمن الكأس. أنا أقول عسى، عسى هذا فعل في لغة العرب للترجي. قال الله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم. ولو فخمت السين قليلا فقلت عصى، 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 صارت السين صادا فتغير اللفظ، ولما تغير اللفظ تغير المعنى المنوط بهذا اللفظ. فعصى في لغة العرب قد تكون اسما وقد تكون فعلا، فإن كانت اسما فهي الأداة التي يتوكأ الإنسان عليها. قال تعالى على لسان موسى عليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وإن كانت كلمة عصى فعلا فهي فعل ماض بمعنى خالف، عصى يعصي، خالف يخالف. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى. إذن لاحظنا بأن مجرد تفخيم قليل لحرف من حروف اللغة غير لفظه، وإذا تغير اللفظ تغير المعنى. من هنا سهر علماؤنا وعلى رأسهم الخليل بن أحمد ومن ماثله من أئمتنا الأفذاذ في آخر المئة الأولى ومنتصف المئة الثانية تقريبا، سهروا على استنباط نطق حروف اللغة العرب، فصاروا يتأملون كيف تنطق العرب الحروف، فيقولون مثلا با با أب أب با با، فكتبوا الباء من الشفتين، يا 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 آ أو أو إي إي، فكتبوا الهمزة من أقصى الحلق، أش أش شا شو شي أش، فكتبوا الشين من وسط اللسان. وهكذا سبروا الحروف حرفا حرفا وأخرجوا لنا وضبطوا لنا مخارج تلك الحروف وبينوا لنا أماكن خروجها. بعد أن فعلوا ذلك لاحظوا بأن هذا الأمر وحده لا يكفي، لأنهم سمعوا من بعض غير العرب من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسمي بي. العرب لا تقول بي، فإذا نطق أمامي إنسان فقال بسم الله ماذا أقول له؟ هل أقول له أخرج الباء من الشفتين؟ إنه أخرجها من الشفتين فالمخرج صحيح، ولكن الذي هو غير صحيح صفة هذه الباء عندما نطقها هذا الإنسان. فإن العرب تنطق الباء مجهورة فيقولون با با بو بي، ولا تقول العرب أبدا با بو بي، فليس في لغة العرب هذا الحرف با. لذلك لا يكفي معرفة مخرج الحرف، لابد أيضا من معرفة صفته عند نطقه، كيف كانت العرب في زمن النبوة تنطق هذا الحرف. لو قال إنسان را را الرحمن الرحيم، المخرج صحيح ومكان خروج الراء صحيح، لكن العرب لا تقول أبدا الرحمن الرحيم، بل يقولون الرحمن الرحيم را، هكذا ينطق العربي الراء را. فما الفرق بين را ورا؟ ليس الفرق بينهما في مكان الخروج يعني في مخرج الحرف، وإنما الفرق بينهما في صفة الخروج. من هنا أيضا عمل علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا على ضبط صفات الحروف القرآنية، فجلسوا يتأملون حروف القرآن حرفا حرفا وينظرون هل هذا الحرف مفخم أم مرقق، هل هذا الحرف منفتح أم مطبق، هل هذا الحرف مستفل أم مستعل، هل هذا الحرف مجهور أم مهموس، إلى أن وضعوا لنا ضوابط وقواعد من خلالها نستطيع أن نقرأ القرآن العظيم صحيحا كما أنزل، وننقل هذه التلاوة الصحيحة جيلا بعد جيل من غير أن يتغير شيء من أصوات القرآن الكريم. نتابع الحديث بعد فاصل قصير، فانتظرونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. إذن إخواننا، هكذا بدأ السادة العلماء في فترة زمنية مبكرة من وضع ضوابط
تضبط لنا حروف اللغة العربية من حيث أماكن خروجها ومن حيث صفة خروجها، سواء كانت هذه الحروف مفردة أو مجتمعة. هذا الكلام الذي كان يكتبه علماؤنا كانوا يذكرونه في آخر كتب النحو والصرف. يعني لو فتحنا كتب النحو والصرف ككتاب سيبويه مثلا أو ألفية ابن مالك وشروحها، نجد في آخرها حديثا عن مخارج الحروف العربية، عن صفات الحروف العربية، عن همس وجهر وعن تفش وقلقلة وعن روم وإشمام. كل هذا هو أبحاث لغوية كان علماؤنا يذكرونها في آخر كتب النحو. لكن لما اشتدت الحاجة إلى هذه المعلومات لتلاوة القرآن الكريم، فإن علماءنا استلوا تلك المعلومات من كتب النحو والصرف وأفردوها بالتأليف، فبدأ يظهر عندنا مؤلفات فيها أبحاث تتعلق بأحكام تلاوة القرآن الكريم من حيث أماكن خروج حروفه وصفاتها مفردة ومجتمعة. فبدأ ينشأ عندنا شيء اسمه علم التجويد. فعلم التجويد إذن هو فرع من فروع النحو والصرف، فرع من فروع علوم اللغة العربية، لأن كل أبحاثه تدور حول الحروف العربية وأماكن خروجها وصفة خروجها، لكنه أفرد بالتأليف لحاجة تالي القرآن الكريم إلى معرفة هذه الأحكام، تماما كعلم المواريث. كلنا يسمع بأن هناك في الدنيا شيء اسمه علم المواريث الذي هو علم الفرائض. علم الفرائض يا إخوة ما هو إلا باب من أبواب الفقه عندنا في الشريعة الإسلامية، ولله الحمد علم ضخم اسمه علم الفقه الإسلامي، وله شعبتان رئيستان: فقه العبادات وفقه المعاملات. ففي فقه المعاملات هناك باب كبير يسمى كتاب الفرائض، يذكر فيه إذا مات الميت وترك تركة كم يأخذ كل واحد. لكن لحاجة الناس لهذا الموضوع فإن هذه المعلومات أخذت من علم الفقه وأفردت بالتأليف نظما ونثرا وشرحا، فنشأ عندنا علم جديد سماه الناس علم المواريث، وهو في الحقيقة باب من أبواب الفقه الإسلامي. كذلك شأن العلم التجويد. علم التجويد هو قواعد استنبطها علماؤنا من التلاوة النبوية ومن كلام العرب في زمن النبوة. هذا هو علم التجويد. كثر التأليف فيه قديما من أئمة عظام، فألفت فيه كتب نثرية وشعر. نظم فيه أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله، نظم فيه علم الدين علي بن عبد الصمد السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي، ألف فيه الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، ألف فيه الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ألف فيه الإمام عبد الوهاب القرطبي وغيرهم، إلى أن جاء في منتصف القرن الثامن 751 ولد الإمام محمد بن الجزري الدمشقي رحمه الله، ونشأ هذا الشاب وتعلم وتعلق قلبه بالقرآن وعلومه، وكان أعجوبة الزمان في إقباله على كتاب الله عز وجل تعلما وتعليما، فدار وطاف البلاد واتصل بالعلماء والقراء الأئمة وتلقى عنهم القرآن وعلومه واستوعب المسائل. فلما صار ناضجا تماما أمسك القلم وبدأ يؤلف لنا مؤلفات نافعة كما سنعرف ذلك من سيرته. من جملة ما ألف لنا هذا الإمام العظيم منظومة سماها منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، من 107 أبيات من بحر الرجز. هذه المنظومة 107 أبيات. بحر الرجز هو بحر شعري وزنه مستفعل 6 مرات، يعني 3 مرات في الشطرة الأولى و3 مرات في الشطرة الثانية. مستفعل 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 مستفعل. فقال في أولها رحمه الله فقال في أولها بعد البسملة: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. هذا مطلع هذه القصيدة. القصيدة
في أولها في 107 أبيات، في أولها يقول رحمه الله هذه الأبيات فاسمعوها مني. يقول: راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف، من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. قد بعض إخواننا السامعين يجد هذه الأبيات صعبة قليلا غير مفهومة، سنأتي على شرحها كلمة كلمة وبيتا بيتا. هل معنا اتصال الأستاذ المخرج؟ الأستاذ محمود من اليمن فليتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ محمود كيف حالك؟ الحمد لله، الله يحفظك. أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك يا أخي. الله يحفظك. ودي أقرأ عليك الفاتحة يا شيخ. ارفع صوتك. ودي أقرأ الفاتحة عليك. الفاتحة. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، ما شاء الله. قراءتك متقنة يا أخ محمود، وأنا فرح جدا بهذه القراءة منك، بارك الله فيك. هل تحفظ القرآن يا أخ محمود؟ لا قليلا. ارفع صوتك. أنا الآن في سورة الحج. في سورة الحج. نسأل الله لك التوفيق وأن تكمل القرآن كله إن شاء الله. تلاوتك ممتازة، بارك الله فيك. معنا الاتصال من الأخت أم علاء من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعينا من الهاتف لو تكرمتي يا أم علاء، واخفضي صوت التلفزيون. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. كيف حالك؟ الله يحييك يا رب. الله يبارك فيك. بتحبي تقرأي شيء يا أخت أم علاء؟ بدي أعرف إذا في سورة محددة إني أقرأ منها. في ماذا؟ في سورة محددة أقرأ منها يعني ولا لا، نحن سنقرأ في هذه الحلقة الفاتحة وبداية البقرة إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون. طيب ماشي. تفضلي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين. ممكن تعيدي غير المغضوب يا أخت أم علاء؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك، ما شاء الله. تلاوتك جيدة إن شاء الله تعالى، وتابعينا حتى تستفيدي أكثر وأكثر. ما شاء الله، شكرا. تفضلي. انقطع الاتصال. معنا الأخت آمنة من سوريا. أخت آمنة. السلام عليكم. أخت آمنة ارفعي الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ. تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مرة ثانية قولي مالكي. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك يا بنتي، الله يرضى. تلاوتك جيدة ما شاء الله، بس انتبهي مثلا ستأتي معنا بعض الدقائق أثناء شرحنا للمنظومة الجزرية، وستأتي معنا بعض الصور لبيان أماكن خروج الحروف العربية بصورة دقيقة جدا. من جملة ذلك عين كلمة نعبد، لا تنطقوها بارك الله فيكم عالية نعبد هكذا نا، بل هي أعمق قليلا. العين الفصيحة أعمق من العين التي تعودنا في العاميات أن ننطقها. نعبد هكذا العين، نعبد نعبد، ولا نقول نعبد هذا صوت فموي ليس له مدلول، أقرب إلى الألف هو. اهدنا، الهاء في اهدنا يا بنتي آمنة لا تجعليها تهتز، فلا تقولي اهدنا. هكذا الحرف إذا اهتز هذا تسميه العلماء القلقلة، وسيأتي معنا في منظومة الجزرية بإذن الله تعالى متى يكون. لا يكون في حرف الهاء أبدا، بل نقول هكذا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ولا نقول نعم. بارك الله فيك يا آمنة. نكتفي الآن بهذا القدر من الاتصالات ونعود إلى منظومة الجزرية. هذه المنظومة إخواننا من الكتب القليلة التي بقيت ولله الحمد إلى عصرنا هذا، تروى بالإسناد المتصل إلى ناظمها الإمام محمد بن الجزري الذي توفاه الله سنة 33 و800 هجرية. 33 و800 هجرية، يعني منذ 600 عام إلا 3 سنوات. فهذه المنظومة ولله الحمد لها سند، بمعنى أن أخاكم الذي يحدثكم وخادمكم أيمن قد قرأتها على أستاذنا وشيخنا كما سأذكر لكم سندها، وأستاذي إلى أستاذه وأستاذه على أستاذي إلى الناظم، سيأتي معنا ذلك من خلال إسنادها. ننتقل إلى اللوحة الأولى من لوحات هذا البرنامج إن شاء الله تعالى، فنرى على الشاشة اللوحة الأولى. نعم. إذن حديثنا سيكون على شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي كما نرى من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى، المولود سنة 51 و700 هجرية، والمتوفى سنة 33 و800 هجرية. قد قام برسم وتصميم هذه اللوحات الفاخرة التي نراها أخونا الحبيب الأستاذ تيسير العرند بارك الله فيه وأكثر من أمثاله. هذا سندي بالمنظومة الجزرية، فإني ولله الحمد قد قرأت منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي المنظومة الجزرية في علم التجويد، على أستاذي وشيخي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى، وهو تلقاها على شيخه شيخ قراء بلاد مصر، شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ علي بن محمد الضباع، وهو على شيخه عبد الرحمن الخطيب الشعار، وهو على أستاذ الكل
الشيخ محمد بن أحمد المتولي، شيخ عموم المقارئ المصرية ومن أعظم وأبرز العلماء المتأخرين من أئمة القراء في مصر، وهو على شيخه الشيخ أحمد الدر التهامي رحمه الله، وهو على شيخه الشيخ أحمد ابن محمد سلمونة المالكي المصري الأزهري، وهو على شيخه إبراهيم ابن بدوي بن أحمد العبيدي رحمه الله، وهو على شيخه عبد الرحمن بن حسن بن عمر الأجهوري، وهو على شيخه أبي السماح أحمد بن رجب البقري، وهو على شيخه محمد بن القاسم البقري، وهو على شيخه عبد الرحمن بن شحاذة اليمني، وهو على شيخه وأبيه، شيخه هو أبوه شحاذة اليمني الشافعي المصري الأزهري، وهو على شيخه ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي، وهو على شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، شيخنا في القرآن والحديث والفقه الشافعي الذي عاش 100 عام رحمه الله تعالى، من عام 826 إلى عام 926. وشيخ الإسلام زكريا تلقاها من شيخه أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي، وتلقاها أبو النعيم العقبي من ناظمها إمام الكل محمد بن محمد بن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. إذن إخواننا، هذا هو السند الذي من خلاله تلقينا هذه المنظومة أستاذا عن أستاذ وشيخا عن شيخ، وحققناها وضبطناها وأتقنا ألفاظها ومعانيها ومبانيها ولله الحمد والمنة. وسنشرع بمعيتكم إن شاء الله في شرحها، نسأل الله عز وجل التوفيق لأقوم طريق. عندنا فاصل قصير ثم نعود بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يا إخواننا، سنشرع إن شاء الله تعالى الآن ببداية شرح هذه المنظومة، ونسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم بعد أن ننتهي من شرح الأبيات المخصصة اليوم. نسعد بتلقي اتصالاتكم لعرض شيء من التلاوة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا يمكنكم التواصل عن طريق رسائل الSMS والإيميل، وأرقامها تظهر أمامكم تباعا على الشاشة بإذن الله. إذا ننتقل إلى اللوحات التعليمية التي ستكون إن شاء الله معنا في هذا البرنامج. اللوحة الأولى نرى بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم شعار المسلمين، فكل أمر لا بد للمسلم عندما يبدأ به أن يسمي الله سبحانه وتعالى. فمن ألف أو نظم لا بد له من ذكر البسملة، وعند الأكل وعند الشرب وعند أي عمل، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أبتر يعني مقطوع البركة. إذا نلاحظ على الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى باسمي؟ نرى على الشاشة أن باسمه عبارة عن باء الجر حرف الجر دخلت على كلمة اسم، واسم كلمة مشتقة إما من فعل وسم أو من فعل سمو. وسم بمعنى وضع علامة، وسم يسم وضع علامة، لأن الشيء لما نسميه باسمه فإنه يصير هذا الاسم عليه علامة. وقيل إن كلمة اسم ليست مشتقة من وسم، بل مشتقة من سمو. سمو يعني سما يسمو، بمعنى ارتفع يرتفع، لأن الشيء إذا ذكر اسمه ارتفع ذكره على غيره من الأشياء المجاورة له. إذن هذا معنى كلمة اسم. فلما نقول باسمي، الباء حرف جر، واسمي اسم مجرور كما نرى على اللوحة، جار ومجرور متعلقان بمحذوف تقديره أبتدئ أو ابتدائي. لماذا هذا التقدير أيها الإخوة؟ لأن كلام العرب، خذوا مني هذه الفائدة اللغوية هكذا على الماشي، كلام العرب يتألف من إحدى نوعين من الجمل: إما جملة أولها فعل وتسمى جملة فعلية، وإما جملة أولها اسم وتسمى جملة اسمية. أما الجملة الفعلية فلها ركنان أساسان: الفعل والفاعل، هذان الركنان الأساسان، ولها أشياء مكملة هي المفعول به أو الجار والمجرور. وأما الجملة الاسمية فتتألف من ركنان أساسان: المبتدا والخبر، هذان الركنان الأساسان، وما عدا المبتدا والخبر مكملات كالصفة
والحال والتمييز والمعطوف إلى آخره. فلما يقول الإنسان باسمي هو نطق بجار ومجرور، لم ينطق لا بجملة فعلية ولا بجملة اسمية. إذا لابد من تقدير إما جملة فعلية تقديرها أبتدئ فعل مضارع والفاعل أنا، أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وإما أن نقدر جملة اسمية فتقديرها ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي مقرون بدايته بسم الله الرحمن الرحيم. قدر ما شئت من جملة اسمية مناسبة للحال التي أنت فيها من أكل، أو يعني إن أكلت وقلت بسم الله تقديرها آكل بسم الله، إن شربت وقلت بسم الله تقدير الكلام أشرب بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا نقدر لبسم الله ما يناسبها من فعل محذوف أو من مبتدأ محذوف. نعود إلى اللوحات فنرى على اللوحة التالية التعليق على الكلمة الثانية من بسم الله الرحمن الرحيم، وهي كلمة الله، وقد لونت باللون الأحمر كما نرى على اللوحة. الله جل عز وجل اسم الذات العلية خالق الأكوان وموجدنا. قيل أصله الإله، يعني قيل إن كلمة الله أصلها الإله، ومع مرور الزمن تحولت إلى كلمة الله، وهو هذا اللفظ يعني علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، وهو الله سبحانه وتعالى الذات الخالقة لهذا الوجود كله، جل جلاله وتعالى جده وجل ثناؤه ولا إله غيره. ننتقل إلى اللفظتين التاليتين من البسملة، وهما كلمتا الرحمن والرحيم. رحمن يا إخوة على وزن فعلان، ورحيم على وزن فعيل. هذان الكلمتان كما نرى على اللوحة وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة بوزن فعلان وفعيل، لأن الفعل يا إخوة الفعل رحم يرحم، فهو راحم بوزن فاعل، لكن بدلا من أن نقول راحم نقول رحيم، هذه صيغة مبالغة. رحمن صيغة مبالغة. إذن هما وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة، وهما وصف للمولى الجليل سبحانه وتعالى. ننتقل إلى البيت الأول من المنظومة الجزرية بعد البسملة، وهو قول الناظم إمامنا الجزري رحمه الله، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ انظروا إلى البيت الآن، صار منه باللون الأحمر كلمة راجي عفو رب، 3 كلمات، راجي عفو رب. من هو الراجي؟ الراجي كما نرى على اللوحة هو المؤمل، والعفو ما هو؟ كما نرى على اللوحة هو الصفح، والرب هو المالك. إذا سمعنا كلمة رب بمعنى مالك، لذلك يقول فلان رب البيت، يعني بمعنى مالك البيت، فالرب هو المالك. راجي عفو رب يعني مؤمل صفح مالك. ما معنى سامعي؟ نرى على اللوحة أيضا، وقد لونت كلمة سامع باللون الأحمر. هنا سامع ليست من السمع الذي هو الأذن، وإنما هنا بمعنى المجيب. سامع يعني مجيب. ومنه قول المصلي لما يرفع المصلي من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله لمن حمده. هل عرفتم يا إخواننا المصلين لما ترفعوا رؤوسكم في الصلاة من الركوع وتقولون سمع الله لمن حمده ما معناها؟ معناها استجاب الله عز وجل. لما كنا راكعين نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فلما رفعنا نقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لهذا الحمد الذي حمدناه لله عز وجل ونحن في حالة الركوع. فهنا سمع بمعنى استجاب. لذلك لما نرفع نقول ربنا لك الحمد. ما معنى ربنا لك الحمد؟ يعني نحمدك أن قبلت واستجبت وسمعت تسبيحنا وتحميدنا في حالة الركوع. ومنه كلمة إسماعيل. إسماعيل اسم مركب أصله إسماعيل.
اسم من العربية القديمة أو من قبل العربية، من اللغة التي قبل لغة العرب، اللغة الأم التي هي اللغة السامية كما يقال. إسماعيل يعني استجابة الله، لأن إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل أن يرزقه ولدا فرزقه هذا الولد، فسماه سيدنا إبراهيم إسماعيل، يعني استجابة الله، بمعنى أنا دعوت ربي بأن يكرمني بولد فاستجاب دعائي ووهبني هذا الولد فسماه إسماعيل، يعني استجابة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلمة سامع. نعم. من هو راجع في رب سامع كما نرى على اللوحة؟ محمد بن الجزري الشافعي. محمد بن الجزري نرى على اللوحة المعروف من نسبه أنه محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف، فهو وأبوه وجده المباشر أسماؤهم محمد، وهذا بركة فوق بركة، وجده الأعلى اسمه يوسف. نرى على اللوحة الجزري نسبة أجداده، وأما هو فدمشقي، يعني دمشقي المولد والنشأة. والجزري نسبة إلى ماذا؟ نرى على اللوحة وهي نسبة إلى جزيرة ابن عمر على نهر دجلة، وتسمى في عصرنا جزيرة بوطان، ومنها بيت البوطي. كلنا نعرف الشيخ ملا رمضان البوطي رحمه الله تعالى وشيخ الشام، وولده الدكتور العلامة الجليل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي العلامة الداعية العظيم. أصل هذه الأسرة من جزيرة بوطان، وهي جزيرة ابن عمر التي منها أجداد محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. أعود فأقول أما محمد بن الجزري نفسه فهو دمشقي المولد. نرى على اللوحة، هذه اللوحة ترينا موقع جزيرة ابن عمر تماما. لاحظوا بأنها جزيرة تقع على نهر دجلة، وهي بعد حدود، يعني داخل الأراضي التركية قريبا من الحدود السورية بكيلومترات قليلة. هذه الجزيرة في عصرنا كما أسلفت تسمى جزيرة بوطان. من هنا أجداد محمد بن الجزري رحمه الله. محمد بن الجزري الشافعي. نرى على اللوحة الشافعي. ما معنى الشافعي؟ الشافعي يعني مذهبا، هكذا كان عادة العلماء في ذلك العصر. كان كل منهم يذكر، إذا ذكر اسم نفسه يذكر أيضا المذهب الفقهي الذي تمذهب هو به. فهذا يقول فلان الفلاني الحنبلي، هذا يقول فلان الفلاني المالكي، هذا يقول فلان الفلاني الحنفي. فإمامنا الجزري رحمه الله كان شافعيا المذهب نسبة، كما نعود إلى اللوحة، الشافعي يعني مذهبا نسبة للإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي المتوفى سنة 400 هجرية، وينتهي نسبه إلى عبد مناف الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجتمع مع رسول الله في عبد مناف. ننتقل إلى اللوحة التي نراها الآن. حج والده، يعني والد ابن الجزري، حج والده سنة 50 و700 هجرية، وشرب من ماء زمزم على نية ولد عالم. هكذا أراد محمد أبوه رحمه الله، تمنى على الله أن يكرمه بولد وأن يكون هذا الولد عالما. فسبحان الله، أنتم تعلمون بأن الحج يكون في شهر ذي الحجة، وهو الشهر 12 من السنة الهجرية. فحج هذا الوالد وتضرع إلى الله وشرب من ماء زمزم، ونحن نعلم أن زمزم لما شرب له، وتمنى على الله أن يكرمه بولد عالم في شهر 12 من سنة 750 هجري، محرم، صفر، ربيع، جماد، رجب، شعبان، رمضان. فبعد 9 أشهر في 25 رمضان ولد إمامنا ابن الجزري، يعني الاستجابة كانت مباشرة وحصل الحمل، وأكرم الله الدنيا بهذا الإمام العظيم الذي ملأ الأرض قرآنا وعلوما تتعلق بالقرآن العظيم. نعود إلى اللوحات، فنرى أمامنا على اللوحة صورة مدينة دمشق القديمة، وهلال القمر فيها في آخر الشهر كما نرى، حيث أن إمامنا الجزري ولد في دمشق ليلة 25 من رمضان سنة 51 و700.
أنهى حفظ القرآن وعمره 13 عاما، وصلى به إماما وهو ابن 14 سنة. ننتقل إلى اللوحة التي تليها. أفرد القراءات، يعني أفرد بمعنى قرأ كل قراءة على حدة، هذا معنى أفرد القراءات، قرأ كل قراءة لوحدها على عدد من الشيوخ وعمره 15 عاما. أرأيتم كيف أن عناية الله عز وجل مبكرة بهذا الشاب؟ جمع القراءات بمضمن كتب على الشيخ محمد بن أحمد ابن اللبان الدمشقي. ابن اللبان من كبار شيوخ القراء في الشام، وهو كبير شيوخ القراء الذين قرأ عليهم ابن الجزري في مدينة دمشق. نرى على اللوحة التي بعدها أن ابن الجزري رحمه الله سمع الحديث على عدد من تلاميذ الأئمة الدمياطي والأبرقوهي والفخر بن البخاري وغيرهم. إذن لم يكتفي إمامنا الجزري بعلوم القرآن، بل بعد أن أتقنها انتقل إلى علوم الحديث النبوي الشريف. أيضا نرى على اللوحة التي تليها أنه أخذ الفقه عن عبد الرحيم الإسنوي وغيره، وقرأ الأصول يعني علم أصول الفقه وعلوم البلاغة على سعد الله القزويني، وأذن له بالإفتاء شيخ الإسلام إسماعيل ابن كثير والبلقيني. نعم، جلس للإقراء لمدة سنين تحت قبة النسر في الجامع الأموي بدمشق، وبنى فيها دارا لتعليم القرآن سماها دار القرآن الكريم. هذه القبة التي ترونها إخواننا أمامكم هي قبة النسر التي جلس تحتها الإمام ابن الجزري يقرئ القرآن في مدينة دمشق، وذلك بعد أن أحكم القراءة وأتقن تلاوتها. هنا نقف إن شاء الله. ما زال هناك في سيرة الإمام ابن الجزري الكثير من الرحلات التي سأذكرها لكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وصلنا إلى أنه جلس للإقراء تحت قبة النسر في مدينة دمشق بعد أن أحكم تلاوة القرآن وأتقنها بقراءاته المتعددة، ونتابع حديثنا عنه رحمه الله في الحلقة القادمة. ولم يبقى عندي وقت لأن نقرأ الفاتحة وأوائل سورة البقرة، سأفعل ذلك بإذن الله في الحلقة القادمة، ونتلقى اتصالاتكم إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.